كذلك يسأل سائل عن الأحاديث التي وردت في فضل الروضة الشريفة اللي هي بجانب قبر النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا هو ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة وابن عمر وأم سلمة وجابر وابن عباس وجماعة من الصحابة أنه عليه الصلاة والسلام قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. لكن هناك بعض الناس يفهم خطأ، يتصور أن الصلاة في الروضة لها فضل زائد على الصلاة في المسجد، وهذا خطأ. لم يرد شيء من الأحاديث أعلمه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فضلا للصلاة في الروضة. عشان كده الناس اللي بيروحوا يتزاحموا تزاحما شديدا في الروضة، ويكاد يعني يؤذي بعض بل يؤذي بعضهم بعضا في سبيل أن يجد مكانا في الروضة ليصلي، أقول إنه لا فضل للصلاة في هذا المكان على بقية المسجد. إنما كل الذي ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. ومش معنى أنه روضة من رياض الجنة أن الصلاة فيه أفضل من الصلاة خارجها.